اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. صباح الفل عليكم، صباح الرزق، صباح الهنا والسعاده وكل حاجه حلوه عليكم. زي ما بتفرحوني كده وبتكبروا بخاطري وكومنتاتكم الجميله، ربنا يا رب يراضيكم ويكبر بخاطركم. حبايبي وولادي واخواتي، انا بجد مبسوطه بكل كومنت بتقولوه، تسالوا عليا. حتى في ناس بتسال عليا على الخاص، بتتصل بيا بتطمن عليا لو ما نزلتش فيديو ولا حاجه. ربنا يخليكم ويكبر بخاطركم دايما زي ما انتم جابرين بخاطري. يلا النهارده ان شاء الله هنعمل ايه؟ هنعمل كبده ومخاصي. طبعا اكله كل الشباب بيحبوها، بيحبوا ياكلوها من بره، ودي ابني اللي طالبها. بس هو طالبها ايه بقى؟ دي المفروض كبده بلدي، المفروض تتعمل زي ما هي كده. حتى الجزار جايبها لي كده، انا جايباها من امبارح وحطها في الفريزر. المفروض ان هي تتعمل زي ما هي كده، بس هو بقى بيحبها متقطعه صغير زي العصافير. بيحبها ايه؟ بيتعامل معاها زي الكبده الاسكندراني. بقول له يا ابني دي كبده بلدي تتعمل كده من غير فلفل ولا توم وزي ما هي كده ما تتقطعش. لا هو بيحبها كده، فانا هقطعها وهي مجلده وهي مجمده كده وهرجع لكم تاني. دي المخاصي دي هخليها لوحديها، وهقطع الكبده هعملها زي ما هو عايز. ما احنا كده عيالنا يأمروا واحنا ننفذ، ربنا يخلينا. وبعدين ده جندي مجند محمد يحيى جاي من الجيش، لازم البي له رغباته. بسم الله الرحمن الرحيم. احط معلقه زيت، احط معلقه سمنه، ما تسخن قوي اروح نازله بالكبده. بسم الله الرحمن الرحيم. حطيت هنا نفس الحكايه، معلقه زيت على معلقه سمنه. هنزل بقى ايه بالمخاصي اللي انا غسلتها حلوه قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده فصين توم مدقوقين وقرن فلفل، انزل بيهم على الكبده. لكن المخاصي انا مش هحط عليها حاجه غير التوابل اهو. نفس التوابل اللي هحطها هنا هحطها هنا. ملح، فلفل اسود، ملح جوز الطيب. نفس التوابل اللي حطيتها هنا هحطها على المخاصي. خد شويه فلفل تاني هنا كده. انا عامله اكله بسيطه، بس انا قلت اطلع اصبح عليكم عشان في ناس فعلا بتتصل بيا، انتوا ما بتنزلوش فيديوهات ليه؟ احنا عايزين نشوفه، وانا طبعا عايزه اشوفكم اكتر، وعايزه اسمع كلامكم الحلو اللي انتوا بتقولوه لي. ربنا يا رب يخليكم ليا يا رب، ويديمكم نعمه في حياتي، يجعلكم ظهر وسند ليا بعد ربنا. ما تعرفوش انتوا جايبين بخاطري ازاي. الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه ده يعني كتير عليا قوي بصراحه، كتير عليا. ربنا يخليكم ليا يا رب. ناس بتكلموني مش عايزين حاجه منك، وناس بتكلموني من غير مصلحه. يعني فرقه اما حد يكون بيكلمك عايز منك مصلحه، ولا حد بيكلمك بيسالك على حاجه. لا انتوا بتسالوا عليا انا، لشخصي انا. دي حاجه دي طبعا مفرحاني، وده من رضا ربنا عليا. مش انا بقول لكم ربنا بعت لي رزق، انتوا الرزق اللي ربنا بعته لي، واحلى رزق كمان. خلصت اهو. والله طلع الواد ده عنده ذوق في الاكل، طعمها حلو قوي بالطريقه دي. مش فارقه بقى ان انا اعملها كده بلدي او مستورده، طعمها حلو والله. مع ان انا بحب اعمل البلدي بالسمنه بس من غير اي حاجه، بالتوابل بس. لكن هو قال لي اعملها لي كده، لقيت طعمها حلو. بألف هنا وشفا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو